السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي مشاهدي برنامج حوارات قانونية، هذا أنا محدثكم المحامي وجدان حسين المعموري، ونتحدث عن شبكة الحماية الاجتماعية، القانون رقم 11 لعام 2014 وتعليمات تسهيل تنفيذه التي جاءت بالرقم 8 لعام 2017، ونبحث في الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون، ومتى يوقف صرف هذه المبالغ ومتى تقطع نهائيا، وكيف يتم الطعن بقرارات الهيئة أمام الجهات المختصة حسب ما ورد في المادة 1. يقول القانون: هي تسري على الأسر والأفراد دون خط الفقر من العراقيين ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة وأصولية، وهم ذوو الإعاقة والاحتياج الخاص، كل من الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء، العاجز، اليتيم، وأسرة النزيل المودع إذا زادت محكوميته عن سنة واكتسب القرار الدرجة القطعية، والمستفيدون من دور الدولة الإيوائية، الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، الطالب المتزوج ولغاية إكماله الدراسة الإعدادية، الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى غير الواردة في هذا القانون، والزوج هو الآخر أو الزوجة أو كلاهما، والأولاد أو الأولاد لوحدهم أو الفرد، ويكون أفراد الأسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة واحدة، وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها، الأبناء القُصّر والمعالون والبنات المعالات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 18 سنة، اليتيم المتوفى والداه أو توفى والده وتزوجت أمه، المطلقة التي يقل سنها عن 63 ولم تتزوج مرة أخرى ويقل عمرها عن 63 سنة وتوفى زوجها ولم تتزوج بعد وفاته، المرأة التي هجرها الزوج، العاجز، كل شخص غير قادر عن العمل بصورة دائمية لتأمين العيش بسبب المرض أو الشيخوخة، ويعد بحكم العاجز من بلغ 60 سنة من العمر بالنسبة للرجال، 55 سنة للنساء، العزباء غير المتزوجة هي أيضا مشمولة، والتي بلغت 35 من العمر، غير المتزوجة التي بلغت 18 من العمر وكانت فاقدة الأبوين وليس لها معيل شرعي، ذوو الإعاقة والاحتياج الخاص وفقا لهذا القانون وقوانين أخرى بغض النظر عن عمر المستفيد، ويبت في طلب منح الإعانة بقرار مسبب خلال 30 يوم من تسجيله، وفي حال الرفض يبلغ وله الاعتراض على قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ التبلغ به، ويتم الطعن لدى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة، ويوقف صرف الإعانة بقرار من مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة حال مغادرة المستفيد للعراق لمدة لا تزيد على 6 أشهر دون عذر مشروع، وأيضا يوقف حال بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة وعدم استمرار أحد أبناء المشمول
على الدراسة عدد دراسة جامعية. وفي حال الوفاة وتنتقل الإعانة إلى أرملة المشمول عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض أو البلوغ لليتيم القاصر أو الزواج وحصول الأسرة على دخل أو مورد مالي يزيد على مبلغ الإعانة الممنوحة، أو رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل، ورفض الالتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية والتشغيل ل3 مرات دون عذر مشروع، وتقطع الإعانة نهائيا إذا فقدت أحد شروط الاستحقاق القانونية، وإذا قدمت وثائق ومستندات ثبت أنها مزورة، أو قدمت معلومات غير صحيحة لطالب الإعانة. أيضا الحق في التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خلال 30 يوم من تاريخ التبلغ بالقرار المتظلم منه أو اعتباره مبلغا، وله الحق في الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أيضا خلال 60 يوم من تاريخ رفض تظلمه حقيقة أو حكما، ويكون محكمة القضاء الإداري قابلا للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يوم من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا، وتسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية الاجتماعية المصروفة خلافا لأحكام القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لعام 1977. أخي وعزيزي المشاهد الكريم، كنت معكم أنا المحامي وجدان حسين المعموري، وبحثنا في مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية. نلتقيكم ودمتم بألف خير. شكرا جزيلا.